بغيتي يا اختي نهار العيد اللي شافتك تصدم من جمالك ومن صفاء بشرتك، وغتقول لك اختي عطيني السر ديال بياض بشرتك. من اروع الوصفات اللي غنشارك معكم بمناسبه رجوعي لكم في قناتكم اللي هي قناه وورد كاتي. هانتي اختي شوفي ما شاء الله النضاره اللي غادي تحصلي عليها. اي مشكل عندك في البشره ديالك، عندك تسبغات، عندك بقع داكنه، عندك كلف قديم او جديد، غادي تخلصي منه. واللي شافتك اختي في العيد غادي تسولك على سر بياض البشره ديالك صافيه خاليه من جميع المشاكل اللي كتعاني منها. البشره ديالك يا اختي غادي تولي هكا كديري. سلام الغاليات على قلبي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. رمضان كريم بالصحه والسلامه يا ربي، وبطول العمر وباش ما تمنيتو، وعيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وبشير زيق يا ربي، ويحفظ لكم والديكم ووليداتكم يا ربي وما عز عليكم. فاش غنقول لكم البنات، وحشتكم بزاف بزاف بزاف، ولي اول مره في حياتي غادي نغيب هذه المده الطويله على قناتي اللي صراحه توحشتها وتوحشتكم وتوحشت الحب ديالكم الصافي، وتوحشت الغاليات على قلبي اللي كيبغيوني من القلب ديالهم، ماشي غير مجامله ولا شي حاجه، كيبغيوني. الحمد لله خليت واحد البصمه اللي زوينه في قلوبهم بمصداقيه وصفاتي، الحمد لله والشكر لله. وباقي لحد الان كنلقى الرسائل ديالكم اللي ما شاء الله ما نسيتونيش، يا احلى واغلى وفيات على قلبي اللي خدتكم عليا، فشكرا شكرا شكرا. البنات الغيبه ديالي كانت لواحد الظروف خاصه، ان شاء الله غادي نعاودها لكم. اش غنقول لكم البنات، ما يمكنش نوصف لكم الحب الكبير اللي لقيت في الرسائل ديالكم اللي كنتوصل في الانستغرام ولا في التيك توك، مع ذلك انني كنت منقطعه على جميع المواقع التواصل الاجتماعي، لا الانستغرام ولا تيك توك. الفيسبوك البنات ما عنديش، فكانت عندي باج وخداوها ليا دابا، راه كيحطوا فيها فيديوهات ديال الشينوا ولا ما نعرف شنو. مهم فيسبوك الباج اللي كاينه في صندوق الوصف هذيك هي لا باج ديالي، فانا غنبدا نحط لكم ان شاء الله فيديوهات بالنسبه للناس اللي ما كتكونش عندهم لا كونيكسيون كيبغيو يشوفوا الوصفات، غنحطها لكم في هاد لا باج. فواحد الحب لي كبير كبير، الحمد لله. شكرا لكم يا احلى واغلى متتبعات. فالكلمات الغاليات على قلبي ما جيتش وقلتها، فالحمد لله. بصح نتوما غاليات على قلبي لانكم تستاهلوا هذه الكلمه ديال الغاليات على قلبي، لانكم كتستاهلوها. وشكرا لكم يا احلى واغلى ما عندي. والله لقيت فيكم شي حوايج اللي ما لقيتهمش في اقرب الناس ليا في هذه المرحله هذه بالضبط، اللي كنت غايبه في هذه المده الطويله اللي كانت اول مره في قناتي. اقسم بالله الا شي كلام يا البنات، الا ما يمكنش نصور لكم ولا نحط لكم كاع دوك الرسائل اللي تلقيت من هاد الناس هادو، اللي ما شاء الله الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا. وبيكم انا رجعت لهاد القناه هذه، بحبكم الصافي وبحبكم وبالعزيمه ديالكم وبتشجيعكم انا رجعت لكم ان شاء الله. وما كاين غير الجديد وما كاين غير توب توب توب، وانا معاك اختي تتولي هكا كديري باقل التكاليف. واي حاجه جربتها واي حاجه دوزتها واي حاجه استفدت منها غنبارطاجيها معاك، وشوفي ديريها بعينيك مغمضين، لانني غنعطيك واحد الحاجه من هذا القلب هذا، لانك وصلتي لي الحب ديالك في هاد المده هذه. فعويناتي نعطيهم لك، تستاهلوا كل خير يا بنات، والله تستاهلوا كل خير. فاليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم من اروع وافضل وافخم واخطر التبريمات. عباره عن تبريمه وماسك اللي غادي تخلي وجهك يا اختي بالله راه كتشعلي، واللي شافتك في العيد غادي تسولك على سر بياضك. هاد الماسك هذا البنات عباره عن ماسك وتبريمه كود كور ديالي. كنحماق عليه. غنقول لكم البنات، عرفوا بانني شي حاجه كنقول لكم كود كور ديالي عرفوها بانها توب وكتعطيك النتيجه من اول استعمال. الا جربتيها 3 ايام متتاليه غادي تصدمي في وجهك وغادي تصدمي في البشره ديالك من قوه الصفاء والبيوضه. الا عندك اثر ديال الحبوب، اثر ديال القميش، الوجه ديالك مسمر بالكحوليه ديال الشمس، او الكحوليه عندك ديال الكلف جديده البنات، الكلف جديد، او عندك حبوب اللي يلاه بادي الحبوب الرقيق، البشره ديالك كتبان شاحبه ناشفه ما فيها ما يتشاف، غتجربي اختي هاد التبريمه هادي وغادي تجي ترحمي ليا الوالدين وغتشكريني وترحميني. وبغيت منكم البنات بارطاج هاد لا فيديو لاكبر عدد، لانه القناه طايحه هاد الايام، لانه مده هادي ما صورت.
واللايكات ديالكم البنات باش هذا الفيديو ان شاء الله يوصل اكبر عدد ديال الناس. واشتركي في القناه الا كنتي جديده في القناه، وفعلي داك الجرس باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى. ما غاديش نطول عليكم البنات، بغيتكم تجربوا هذا الماسك والله البنات الا بغيتكم تجربوا، لانكم غادي شنو نقول لك، غتولي حتى انت كتحماقي عليه، لانه ما شاء الله واعر واعر واعر. غتهزي وجهك في المرايه غتقولي ما شاء الله. البنات جربوا وردوا عليا الخبر. اذا نخليكم ان شاء الله مع مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. نبداو على بركة الله ونبداو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول مكون إن شاء الله غادي نحتاجو 3 الحبات من التمر. كيف ما كتعرفوا البنات التمر من أروع المكونات اللي كتقاوم مؤشرات الشيخوخة ديال البشرة، لأنه كيحتوي على عنصر مهم بحال فيتامين جي والفيتامين ك ومضادات الأكسدة، كيحسن من مرونة البشرة، وأيضا كيقاوم حب الشباب وكيغذي البشرة وكيخلصك من البقع السوداء، وايضا في تعزيز الكولاجين ومقاومه ظهور البقع السوداء والبثور. غادي نحتاجو 3 الحبات من التمر. غادي نحيدو العظم اللي فيها الوسط، وبالنسبه للعظم البنات ما ترميوش، انا راني من طول يعني سنين وانا كنجمعهم. غادي نبارطاجي معكم كيفاش نقدروا نستعملوا عظم ديال التمر. غادي نزيد واحد 4 المعالق ديال الماء الورد، ممكن تعوضوه بالماء الارز او ماء معدني، وغادي نديروه فوق البوطه غير واحد 5 ديال الدقائق، وغادي نحتفظوا به على جنب. غادي نحتاج المكون الثاني هذا دانون ديال الاطفال جيرفي، كنعرفوها البنات جيرفي ديال درهم ولا ما عرفتش 2 دراهم دابا راه ولا. غادي نزيد عليه تقريبا واحد 5 أو 6 زغيبات حتى 10 ديال الزعفران الحر. الا ما عندكش الزعفران الحر ممكن انك تستغني عليه، ماشي مشكل. غادي نخليه على جنب بما تقدم معايا ان شاء الله التمر. كيف ما كتشوفوا البنات راه غير 5 دقائق ما شاء الله دغيا غادي يوجد معاكم على نار اللي غادي تكون مهيله. غادي نمعسوه بهذا الشكل هذا حتى تولي عندنا بحال شكل بيغي. من بعد غادي نزيد عليه واحد الجبن اللي غادي يكون مربع او مثلث على حسب النوعيه ديال البشره ديالك. الا كانت حساسه من الاحسن انك تستعملي جبن المربع. اللي ما عندكش شي حساسيه من الجبن ولا شي حاجه ممكن ديري اي فرماج عندك. من غادي نخلط مزيان. مهم البنات اهم حاجه طريقه خلط التبريمه، ما تخليش ليا في الماسك ديالنا شي حبيبات، يعني كلشي المكونات ينسجموا مع بعضياتها. من بعد غادي نجيب داك الجيرفي ديالي داك الدانون الصغير اللي فيه الزعفران، وغادي نخلطو معاهم كاملين لانه طلق فيه الزعفران وداكشي. من بعد المكون الثاني غادي نجيب معلقه كبيره حتى 2 معالق كبار ديال الحليب بودره. المكون اللي ما كنستغناش عليها البنات والكود كور ديالي في هذه التبريمه هذه اللي هو العرعار. العرعار البنات من اروع المكونات ومن افضل المكونات اللي ما شاء الله يعني كيدخل في مجموعه ديال الماسكات اللي والكريمات الغاليه الثمن. فهو كيحمي البشره من اشعه الشمس، كيساعد على علاج الالتهابات، كيقاوم الشيخوخه على ما تقدم في السن، مرطب ومقشر طبيعي للبشرة، كيخلصك من الحب الشباب والبثور، كينظف الوجه من الاوساخ والاتربه. فاش غنقول لكم البنات فوائد اللي كثيره ما شاء الله ما شاء الله، خطيره خطيره. واهم حاجه كيحافظ لنا على التوازن الكيميائي ديال البشره ديالنا. رائع البنات، انا راه كنحمق على هذا المكون هذا رائع. المكون الثاني قطرات من الفيتامين او ضروريه البنات باش نحافظوا على الصلاحيه ديال هاد التبريمه هذه اطول مده ممكنه اللي هي اسبوع في الثلاجه البنات. فانا في اخر لا فيديو غادي نوريكم الطريقه ومده الاحتفاظ، كل شيء غادي نشاركه معكم ان شاء الله فضلا وليس امرا البنات. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. فغادي نخلط مزيان التبريمه ديالي وغادي نحتفظ بها في واحد العلبه اللي غادي تكون محكمه الاغلاق، وغنحتفظ بها ان شاء الله في باب الثلاجه. وخليكم معايا البنات ان شاء الله لاخر لا فيديو باش تشوفوا ان شاء الله طريقه التطبيق ديال هاد التبريمه هذه. خليكم معايا. اول حاجه البنات قبل ما نطبقوا هاد التبريمه هذه، البشره ديالك تكون نقيه، تكون خاليه من الزيوت، خاليه من المكياج، خاليه من الكريمات، خاليه من هادشي متفقين عليه البنات. البشره ديالك تكون نقيه البنات. البشره ديالي انا ما دايره ليها حتى شي كريم، ما دايره لها حتى شي زيت، ما والو. فانا دايره غير الريسيل كيف ما كتشوفوا، الريسيل خفيف، ودايره هاد الغوجاليف ديال 24 ساعه. هذا هو اللي كنستعمل دابا حاليا. انا في رمضان ما كنقيش الوجه ديالي نهائيا، وانتم عارفين البنات كريم الاساس ولا الفوندو تاع انا دايره عليه كروه حمراء.
نهائيا الا كان عندي شي تصوير ولا عندي شي شوتينغ ولا عندي شي لعيبه اللي ضروري خصني نديرها في وجهي باش غير نبان هكا فلتري في التصاور ولا شي حاجه بحال هكا. المهم انا معكم ما كنديرش نهائيا شي حاجه. والناس لي بروفيسيونيل في التصوير او لي بروفيسيونيل في لا كاليتي ديال التصوير غادي يشوفوا لا فيديو ديالو غيعرفوا بانني ما كندير لا فلتر. البنات نبقاو في الموضوع ديالنا. البشره ديالك تكون نقيه، تكون خاليه من الزيوت، خاليه من اي حاجه اللي غادي تحبس لينا اننا نستافدوا من هذا الماسك. هذا اللي عباره عن ماسك وتبريمه غتحتفظي به في الباب ديال الثلاجه لمده اسبوع وغادي تطبقيه لمده 3 ايام متتاليه واجي وتفكريني. المهم البنات البشره ديالي كما شفتوا نقيه، فانا غنحاول غير نجمع شعري واحد شويه بحال هكا صافي وغادي نطبق ان شاء الله معكم الماسك قدام عينيكم باذن الله. والله يا البنات انا راه من العشاق وكنحمق وكنتسطع على هذا العقار هذا. فمستحيل ما تلقاوش عندي في شي كريم ولا في شي مقشر ولا هذا. المهم البنات هاد الجبانيه ما بغيتش نضيعها، هاد الشويه اللي بقى هنا حرام حرام اختي والو ما يضيع مع وورد كات يمكنش نضيعو. فهو اللي غادي نطبق البشره ديالي وغادي نخلي الماسك في لابوط ديالو نديرو في الثلاجه. المهم البنات بهاد الطريقه طبقي على وجهك، ديري واحد الطبقه اللي غتكون شويه سميكه بهذا الشكل هذا. فكيف ما كتشوفوا البنات غادي نطبقها على وجهي كامل بهذا الشكل هذا بحال هكا، ونركز على اي بلاصه عندي فيها. هذه البنات الخلفه ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي كنت كندير هاد المده ديال الغياب اللي ما شاء الله. شوفوا يا بنات ما شاء الله، شوفوا الخلفه هذه راه خلفه جديده هذه، فما شاء الله ما شاء الله. زائد واحد الكيراتين اللي غنشاركو معكم هذا الاسبوع غادي يكون مليء 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 بالوصفات الواعره. كيف ما كتشوفوا البنات شعري ما كاين لا سوشوار ما كاين حتى شي حاجه، الحمد لله عالجته بمواد طبيعيه. اش غنقول لكم البنات، شي حاجه اللي توب 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 توب. كلشي غنبارطاجي معكم هاد الاسبوع ان شاء الله. فكونوا في الموعد وديري يا اختي تفعيل الجرس باش اي فيديو يوصلك واشتركي في القناه. صافي البنات كيف ما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه هانتوما صافي دير هنايا. المهم ركزي لي اختي على اي بلاصه عندك فيها السواد. هانتوما البنات ديري واحد الطبقه اللي كتكون شويه بحال هكا سميكه، ولكن وزعيها على وجهك، ما تخليش في كل بلاصه شي طبقه غليظه، وزعيه على وجهك بهذا الشكل هذا صافي. صافي البنات وغادي نخليوه حتى ينشف على خاطر خاطرو، وغادي نتلاقاو باش نوريكم ان شاء الله شنو غادي نديروا لهذا الماسك هذا. فخليكم معايا. وصافي البنات كيف ما كتشوفون بعد ما كينشف معكم التبريمه غادي نديروا لها هاد الحركات هذه البنات، حركات دائريه. بالنسبه للبشره ديالهم حساسه من الاحسن انك خصك غير تغسلي وجهك بلا ما ديري هاد الحركات دائريه بهذا الشكل البنات. راها خفيفه على البشره، حتى الحساسه راها خفيفه على البشره، يعني ما فيها لا حبيبات لا حتى شي حاجه. ها انت اختي شوفي ما شاء الله النضاره اللي غادي تحصلي عليها. انتم البنات شوفوا ما شاء الله، انتم كلشي قدام عينيكم. شوفوا ما شاء الله التبريمه كيفاش دايره وخفيفه على البشره، يعني ما غتجرح لك لا وجهك لا حتى شي حاجه. ها انتم البنات شوفوا البشره ديالك ما شاء الله كي كتولي صافيه. وشوفوا ما شاء الله يا البنات التوريد البشره ديالك اختي غتولي مورده ما شاء الله. لوين اللي غزال 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 من اروع التبريمات البنات اللي شاركت معكم. طوب 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 طوب، والنتيجه كلها قدام عينيكم. صافي البنات غنبقى بهاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا حتى نحيدها كامله بهذا الشكل هذا. واعره واعره يا البنات، غزاله غزاله. كنحمق عليها البنات، كتخلي لك واحد الرطوبه واحد النعومه في البشره ديالك اللي غزاله غزاله، خصوصا اللي البشره ديالها ناشفه بزاف بزاف. فجربي هاد التبريمه هذه واجي ردي عليا الخبر. ها انت يا اختي شوفي ما شاء الله النضاره اللي غادي تحصلي عليها في الوجه ديالك. شوفي ما شاء الله الوجه ديالك يا اختي غادي يولي هكا كيديروا. انا يلا غسلته البنات، فانا غادي نشفو هنايا قدامكم. بالنسبه للنشافه البنات اللي كتنشف الوجه ديالها ماشي تبقاي تفركي في وجهك، غير طبطبي على وجهك غير بهذا الشكل هذا بحال هكا صافي.
صافي البنات بهذا الشكل هذا. شوفي ما شاء الله النضاره اللي غتحصلي عليها، واحد الرطوبه، واحد النعومه اللي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ماشي كاي تبريمه. هاد التبريمه البنات هديتها لكم من القلب ديالي لانكم غاليات على قلبي وتستاهلوا كل خير. والله يا البنات جربوها، راها واعره 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 بزاف. فدابا البنات غادي ندوزو للمرحله ديال الترطيب اللي جد 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 مهمه. ضروري البنات من بعد هاد التبريمه هادي نرطبوا البشره ديالنا. فبزاف منكم كاين اللي كترطب البشره ديالها بالكريمات، كاين اللي كترطب البشره ديالها بالزيوت. المهم اختي اي كريم مرطب عندك رطبي به البشره ديالك، ولو عندك اي كريم رطبي به البشره ديالك، او اي زيت من الزيوت. كاين مجموعه من الزيوت ان شاء الله غندير لكم شي فيديو غنشرح لكم كل نوع من البشره شنو هي الانواع الزيوت اللي كتصلح ليها بزاف بزاف، وشنو هي الزيوت اللي كتجي مع جميع انواع البشره. فانا ان شاء الله غندير لكم شي فيديو غنشرح لكم هذا الشيء كامل. فانا البنات اليوم غادي ندير شويه ديال جيل الويفيرا كيف ما كتشوفوا. فانا مولفه كنخلطها في واحد البواطه، فانا ان شاء الله غادي نشاركها معكم في شي فيديو غنوريكم. فهانتوما البنات غادي ناخذ شويه ديال جيل الويفيرا بهذا الشكل هذا، وغادي نزيد عليها قطرات ديال الفيتامين او، غير واحد شويه ماشي بزاف، اي شويه بهذا الشكل هذا هانتوما. صافي وغادي نخلط وغادي نرطب به البشره ديالي. نتوما البنات الا ما عندكمش جيل الويفيرا ديري الفيتامين او، عندك ما عندكش الفيتامين او ديريها غير بوحدها ماشي مشكل. هانتوما البنات فاش كنبقى نخلط غادي تولي بحال شي كريم بهذا الشكل هذا، وغادي نحطها في الوجه ديالي بحال هكا. تقدري تزيدي عليها شويه ديال زيت الفيتامين ديال زيت اللوز او زيت الارغان او اي زيت من الزيوت ممكن، او اي كريم من الكريمات. المهم البنات فانا اي حاجه كتكون موجوده عندي راني كنبارطاجيها معكم. صافي بهذا الشكل هذا، وخلي البشره ديالك مزيانه. وما تنسيش واقي الشمس ديالك واخا تكوني في الدار، فضروري ضروري ضروري ما ديريش كريم واقي ديال الشمس ديالك. البنات كيف ما كتشوفوا صافي وكتخليها راه البشره ديالك ما شاء الله دغيا كتشرب هذا الكريم هذا اللي صوبنا، وتتحسب البشره ديالك ما شاء الله مجبده مجبده مجبده، وكتحسي بها صافيه ونقيه. وصافي البنات كنكونوا وصلنا لاخر مرحله بالنسبه لهاد التبريمه البنات. 3 ايام متتاليه نعاودها لكم، 3 ايام متتاليه. واجي وتفكريني وبغيتك تجي وتكتبي لي كومونتير ديالك هنا وتقولي لي كيفاش جاتك التبريمه. كيف العاده في وصفاتي الحمد لله ذو مصداقيه كبيره كبيره، وتحت شهادتكم يا احلى واغلى متتبعات لا يخطيكم عليا. وان شاء الله ما كاين غير الجديد وما غاديش نبقى نغيب عليكم باذن الله. لا يخطيكم عليا، يخطيكم عليا يا احلى واغلى متتبعات، الله يحفظكم ليا. اذا البنات نكون وصلنا لاخر مرحله. ما تنساوش البنات اللايكات ديالكم، لايكات لهذا لا فيديو الاكبر عدد من اللايكات يعني قبل ما تكملي لا فيديو، واشتركي في القناه وفعلي داك الجرس باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى. وغادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جاي.